السلام عليكم. تحية كبيرة للسي عبد العالي على التعليق ديالو لأنه مهم بزاف. شكرا لك بزاف. قلتي بلي هاد الحليب ديال الأبقار الحوامل ما كيكفيش حتى 5% في السوق، ولكن الحقيقة هي أن أكثر من 75% حتى 80% من الحليب التجاري اللي كاين في الكراطن والأسواق اليوم جاي من أبقار حوامل. أما 5% ربما قصدتي حليب بلدي طبيعي 100%، وربما أقل من 5%. المهم أن الأغلبية الساحقة ديال الحليب اللي مبرق الأسواق جاي من أبقار حوامل. قال لك هكذا يقدروا يلبيو الطلب ديال الملايين ديال البشر. بلاتي الشركات علاش كيزربوا على البقرة تحمل وهي باقا كتحلب؟ ماشي غير على قبل الحليب بوحدو، لا، حيت هذه ماكينة لإنتاج اللحوم أيضا. البقرة خاصها تولد كل عام، وملي كينقص الانتاج ديالها بسبب هاد الحمل والحلب المتكرر اللي كياكل صحتها، كيمشيو يذبحوها ويبيعوها لينا. يعني هذه دورة تجارية سريعة. أما بخصوص فرط الحركة كلامك صحيح 100%. التسمم بالمعادن الثقيلة بحال الرصاص هو واحد من الأسباب المعروفة علميا، والطب كيأكد بلي هذا الاضطراب عنده أسباب متعددة ومتداخلة، ولكن ما تنفيش بأنه من هذه الأسباب الخلل الهرموني والمواد الكيميائية اللي كتدخل جسم الطفل من التغذية المصنعة. مني كيشرب الطفل الحليب يوميا جاي من أبقار حوامل بنسبة هرمونات طالعة بزاف، هادشي كيدير ليه ارتباك في النواقل العصبية وكيزيد من العصبية وتشتت الانتباه. يعني هاد الحليب كيزيد الطين بلة مع الملوثات الأخرى. المهم دابا غادي نجاوب على واحد التعليقات، وهاد التعليق هادو مهمين بزاف. واحد السيدة الله يطول في عمرها قالت في التعليقات: أنا هذه 50 عام وأنا كنشرب الحليب وعايشة على الحليب والخبز. وحدة قالت جدة عندها 92 عام وكتاكل هذا الشيء. واحد قال أنا كناكل الدجاج والبيض وكنشرب الحليب وها أنا لاباس عليا وباخر. مهم واخا الناس كينسحاب ليهم باللي المرض هو حتى يطيح الانسان في الفراش او يولي على كرسي مقعد عاد كيتسمى مريض. لا، الجسم ديالنا صبار، ملي كيبدا يتاثر بالتغذيه الغلط ما كيمرضش دقه وحده، ولكن كيبدا يعطيك انذارات واشارات يوميه انت غالبا ولفتيها وجاتك عاديه وكترديها عند السن. يعني كتقولي راه مع راه صافي راني كبرت، حيت يقول لك ملي كيدير الانسان 40 سنه او اقل، حيت دابا راه كيقولوا حتى من 30 سنه كيبدا يعيا الموتور. والناس صدقوا هذا الشيء. انا متاكده باللي الا سولنا اي واحد عايش على هاد المواد هذه ديال اليوم غنلقاو كيعاني من حوايج كيصحاب ليه عاديين بسبب حتى هو بسبب كبر السن. وهاد الحوايج هادو هما في الاصل من الماكله، بحال النفخه ولي غاز في المصران والامساك او الاسهال، الحريق والبروده في الفاصل، والركابي والفشله والعيا بلا مجهود والنسيان وزيد وزيد. هادشي كامل اشارات باللي جيش المناعه في الجهاز الهضمي كياكل العصا يوميا. إلا كان جسمك قاوم وصبر 50 عام فالحمد لله، ولكن هاد الأجيال اليوم ما بقاتش عندهم المناعة والصبر. ردوا البال لهذيك الإنذارات الصغيرة ديال الجسم وتهلاو في صحتكم. وغادي دابا نصحح واحد المعلومة على الفيديو السابق ديال حلب الأبقار الحوامل. مني قلت البقرة ما بقاتش حيوان ولات بحال شي ماكينه ديال الانتاج اللي خاصها تخرج الحليب 365 يوم في العام بلا انقطاع، كنقصد انه في المزارع ككل انتاج الحليب كيكون على مدار السنه، حيث الابقار كتناوب والبقره الواحده كتحلب حوالي 305 يوم وكتجلس ترتاح 60 يوم باش يرتاح الضرع ديالها. وهنا ترى انتباهي واحد التعليق ديال واحد الاخ قال بانه كيخليها ترتاح شهر ماشي شهرين.
يعني كيبقى يحلب البقرة حتى تقرب تولد، يعني قرب البقى لها غير شهر وعاد كيخليها ترتاح. ولكن هذا الشيء ما كينفيش انه البقرة كتبقى تحلب وهي حاملة لمدة 7 شهور كاملة من أصل 9 شهور ديال الحمل. خليت لكم الراحة ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.